السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. حاكم إقليم الكاشبركة يعقد اجتماعات لمناقشة التجهيزات لموسم الصيف المقبل. الاحتفال بيوم العمال العالمي في إقليم شمال البحر الإمارات. تنظيم مهرجان ثقافي في مدارس مديرية حد ضيع. مظاهرات داعمة للمجلس العسكري بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة في بوركينا فاسو. مقتل نائب كيني بالرصاص في العاصمة نيروبي. رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يعلن استقالته. إلى التفاصيل. أجرى حاكم إقليم الكاشبركة السفير محمود علي حروي في الفترة من 29 والعشرين من إبريل وحتى الأول من مايو اجتماعات ركزت على الاستعدادات الزراعية وسبل رفع الدخل مع المزارعين في مديريات هيكوتا وتسني وقلوج وفرتوساوا. ودعا السفير محمود المزارعين العاملين في الزراعة المطرية والمروية بالتركيز على التجهيزات الأولية بإجراءات الحفاظ على المياه والتروة التي تساهم في رفع الإنتاجية، موصيا إياهم الالتزام بالإرشادات والإعلانات الخاصة باستغلال الأراضي الزراعية. وذكر أن أنشطة الحفاظ على التربة والمياه منخفضة في معظم أجزاء الإقليم بشكل عام وفي المديريات التي عقد فيها الاجتماعات بشكل خاص، ونصحهم بإعطاء الأولوية للسلامة البيئية والسعي إلى إسراء الإيرادات نوعا وكما والقيام بواجباتهم والابتعاد عن استئجار الأراضي الزراعية بشكل غير قانوني. وحث الإدارات على الانتباه بشكل وثيق لممارسة عدم اتباع التوجيهات والإعلانات التي تتعلق بالأراضي وعدم مراعاة السلامة البيئية، مذكرا كافة المزارعين بضرورة تكثيف جهودهم على مستوى المزارع الفردي لزيادة الدخل من خلال إعطاء الأولوية للإنتاجية المحلية. ودعا المشاركون إلى إعطاء الأولوية في توزيع المزارع والبساتين التجارية على سكان المناطق، وفتح مكتب الإيرادات الداخلية في مديرية فرتوساوا وسد نقص إمدادات الطاقة الأساسية. في الوقت نفسه قام السفير محمود علي حروي بتفقد بناء وصيانة مؤسسات الخدمات الاجتماعية وأنشطة الحفاظ على المياه والتربة وتنفيذها في مديريتي تسني وفرتوساوا. تم الاحتفال بيوم العمال العالمي لهذا العام تحت شعار الإنتاجية بمشاركة واعية على مستوى إقليم شمال البحر الأحمر في مركز تدريب العمال مدينة مصوع بفعاليات شملت المنافسة الرياضية ونفير جماعي وسيمينار إلى جانب أنشطة أخرى ذات صلة. وأوضح مسؤول فرع الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم السيد هبت مريم تسفى ميكيل في كلمته إن الأول من مايو هو يوم من يوصل العمال أصواتهم وتجديد عهدهم لزيادة الإنتاجية وتطور العمل، مشيرا إلى ثورة العمال الإريترية. كما قدم فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم ومكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة كلمات تضامنية بالمناسبة. وذكرت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة أن يوم العمال يرتبط بمسيرتنا الثورية والتاريخية، خاصة مبدأ الاعتماد على الذات التي تعتمد عليه إريتريا، موضحا أهمية دور الفئة العاملة في الإريترية في مرحلة تحرير البلاد والحفاظ على السيادة، وحثت الجميع بالعمل بجد وجهد مضاعف للتقدم في المرحلة التي تتطلب العمل المتفاني وإخلاص لتنمية إريتريا. وتم في الختام توزيع جوائز للفائزين في المنافسات الرياضية التي نظمت بالمناسبة. وفي غضون ذلك تم يوم أمس الأول من مايو إحياء يوم العمال العالمي بفعاليات مختلفة في العاصمة أسمرة. وقام أعضاء الدفعة الأولى للخدمة الوطنية بنفير تنظيف في الشوارع الرئيسية لمدينة أسمرة إلى جانب طلاب ومعلمين مدرسة تحت مسكرة المتوسطة الذين قاموا بطلاء جدران الفصول الدراسية وصيانة العديد من المرافق المدرسية. كما قام طلاب الصف 11 بمدرسة بحراء الثانوية بتنظيف مرافق مركز الرعاية الخاصة للمحتاجين بأسمرة الذي يعمل ضمن قسم وحدة التأهيل الاجتماعي. ونظم أعضاء الجمعية التعاونية للفرقة 17 أنشطة نفير مماثلة في مستوصف دندن الذي يعمل لخدمة معاقول الحرب والمقيمين بمجمع دندن السكني.
أعلنت مديرية بريق في 30 من إبريل خلوها من ممارسة ختان الإناث تحت شعار الجهود المشتركة للقضاء على ختان الإناث. وأفاد مدير مديرية بريق السيد تسفو السهاسين أنه كان من المفترض الإعلان عنه في العام 2023 بحسب الخطة، لكنه تم تأجيله لأسباب مختلفة. وهنا مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية العقيد جبر يوحنس ولقرقيس بدوره الأهالي على مبادرة التخلص من العواقب الصحية لختان الإناث والتي قد تؤدي إلى الوفاة كونها تنتهك الحقوق الأساسية للطفل والمرأة. وأوضح العقيد جبر يوحنس أن مديرية بريق تمكنت من إعلان الخلو بعد التأكد من خلو كل القرى التابعة للمديرية من ممارسة ختان الإناث في العام 2022، مشيرا إلى أنه تتم حملات أبحاث تقييم في كل القرى والمديريات بالإقليم الأوسط منذ العام 2018. وحث المدير التنفيذي لإدارة الإقليم الأوسط السيد زريد تولى برهان الجهات المعنية على إجراء مراقبة وسيطرة جادة للوقاية من عادة الممارسة التي لا يكفي إعلانها خالية من الختان. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات المعلومات العامة، كما تم تقديم الشهادات التقديرية على إدارة الضواحي التي أعلنت خلوها من الختان. نظم مهرجان ثقافي في الأول من مايو بمدينة عدقيح للمدارس الواقعة بالمنحدرات الشرقية والتابعة لمديرية عدقيح. شارك في المهرجان الذي أقيم بقاعة بات حقوس مدارس كاربورسا والنصر وعبات قرو ومسقول زولو وماي الإعلان وأقلال الابتدائية، بالإضافة إلى مدرستي إقلا وسافيرة للمرحلتين المتوسطة والثانوية. وأوضح مسؤول الرياضة والثقافة بمكتب التعليم في المديرية الأستاذ ماني الملاكي أن المهرجان الذي تضمن مواد ثقافية وفنية مواصلة للأنشطة التي نظمت في 25 مدرسة متواجدة بالمديرية. وأضاف مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ بيان تسفاي بدوره أن المكتب يعمل على توسيع وتطوير برامج ثقافية مماثلة في المستقبل بذكر أهمية المهرجان الثقافي. وناشد المعاملين المعلمين الذين أشرفوا على الفعاليات الجهات المعنية على العمل لتطوير الفعاليات كونها تلعب دورا مؤثرا في توريث الثقافات والقيم الاجتماعية، إلى جانب إتاحة فرصة لتبادل الطلاب والخبرات والمعرفة الثقافية فيما بينهم. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في المنافسات التي نظمت، كما تميزت مدرسة إقلا بتفوقها الكلي في الفعاليات. اختتمت يوم أمس الأول من مايو المنافسة الرياضية والعلمية لفعاليات أسبوع تنظيمات الشباب العاملين بمديرية مندفرة. وأفاد مسؤول فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا السيد صالح محمد سعيد مشاركة أكثر من 400 شاب يمثل 54 مؤسسة في المنافسات الرياضية المختلفة ومنافسات المعلومات العامة والآداب ومنافسات أخرى ذات صلة. وأضاف السيد صالح أنه تم تخريج 307 شاب من بينهم 199 شابا تم تدريبهم لمدة 14 في التصوير المتحرك وتقنية الحاسوب وإمداد خطوط وصيانة الكهرباء والتجميل والإسعافات الأولية الآداب والتمثيل بالإضافة إلى فن الرقص. وحثت سكرتيرة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيدة أمة نقوس الشباب للاجتهاد لتطوير إمكانياتهم، مشيرة إلى أن الدورات والمنافسات التي تنظم للشباب تهدف إلى تنمية وتبادل المعرفة والخبرات والتكامل فيما بينهم. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. نظم مناصرو المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مظاهرات حاشدة لدعم الفترة الانتقالية ورئيسها النقيب إبراهيم تراوري. عمت المظاهرات مناطق واسعة في البلاد من ضمنها العاصمة أوغادوغو وغيرها من المدن الأخرى. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن ساحتي الأمة والحرية في العاصمة أوغادوغو احتضنتا أكثر من 1,000,000 شخص خرجوا للتضامن وإعلان الدعم للرئيس المجلس العسكري الانتقالي النقيب إبراهيم تراوري. وبالتزامن خرجت مسيرات مؤيدة للحكومة الانتقالية في عدد من العواصم الإفريقية والأوروبية التي توجد فيها جاليات من بوركينا فاسو. ورفع المتظاهرون شعارات مؤيدة لرئيس المجلس العسكري وآخر مناوئة لفرنسا ورئيسها مانويل ماكرون. وتأتي المظاهرات بعد أسبوع من إعلان الحكومة في أوغادوغو عن إحباط محاولة انقلابية قالت أن جهات تقيم في الخارج تقف ورائها.
وقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنه مصمم على محاربة الإمبريالية والاستعمار الجديدة حتى تتحقق العدالة والإنصاف. أعلنت السلطات الكينية أن نائبا قتل بالرصاص في إحدى شوارع العاصمة نيروبي. ونعى رئيس الجمعية الوطنية مقتل أوغاندوغو ويرا عضو البرلمان في دائرة كيسبول في حادثة وقعت في نيروبي. ونقلت قناة سيتيزن تي في المحلية أن الشهود عين أن النائب قتل برصاص رجلين كانا على متن دراجة نارية. وأوضحت القناة التلفزيونية أن أحد المسلحين ترجل من الدراجة النارية وأطلق النار من مسافة قريبة مما أدى إلى إصابة النائب بجروح قاتلة. وقد نقل النائب فورا إصابته التي تلقى الرعاية الطبية لكنه فارق الحياة بعدما وصل إلى المستشفى بسبب الإصابة البالغة التي تعرض لها. وقالت الشرطة الكينية في بيان صدر في وقت متأخر إن عملية استهداف النائب يبدو أنها كانت منسقة مسبقا. وكان ويرا عضوا في حركة الديمقراطية البرتغالية بزعامة ريلا أودانغي الذي خسر في الانتخابات الرئاسية في العام 2022 أمام الرئيس ويليام روتو، وطعن بتلك النتيجة قبل أن ينضوي في الأشهر الأخيرة في تحالف مع الرئيس روتو. أعلن رئيس كوريا الجنوبية المؤقت هان دون سوم استقالته من منصبه قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد. تأتي استقالة هان قبل أيام فقط من الموعد النهائي القانوني الذي يلزم المسؤولين الحكوميين بالتنحي إذا كانوا ينوون الترشح للانتخابات الرئاسية. ومن المتوقع أن يعلن رسميا عن ترشحه. جاء إعلان هان بعد وقت قصير من قرار المحكمة العليا بأن المرشح الأوفر حظا للرئاسة ليجي موانغ قد خالف قانون الانتخابات وأعادت القضية للمحكمة العليا للنظر في الحكم النهائي، ما يلقي بظلاله على فرصته في السباق الرئاسي. وتصير استطلاعات الرأي الأخيرة أن هان يحقق تقدما داخل حزب قوة الشعب رغم أنه لا يزال متأخرا عن لي الزعيم السابق لحزب الديمقراطيين. ومع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية للحزب يوم السبت، يقول مسؤولو الحزب أن الجهود جارية لتوحيد الصفوف خلف هان لمنع فوز لي. تعرضت العاصمة النيوزيلندية لأعتى رياح منذ أكثر من عقد، بينما أعلنت حالة الطوارئ في أجزاء من الجزيرة الجنوبية بعد 24 ساعة من الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى إغلاق المدارس وإلقاء رحلات جوية. وذكرت هيئة الإرصاد الجوية الحكومية أن متوسط سرعة الرياح في وليتنغ وصل إلى 87 كيلومترا في الساعة، وهي الأعتى منذ العام 2013، بينما وصل سرعة الرياح في منطقة برانغ هيدا الساحلية الجنوبية العاصمة إلى 160 كيلومترا في الساعة. وتم إصدار تحذيرات من الرياح بألوان الأحمر على نطاق واسع في ويلينغتون. وألقيت الرحلات الجوية في مطار ويلينغتون الدولي بعد الظهر، وتم تعليق العبارات بين الجزيرتين الشمالية والجنوبية. وأعلنت عدد من المدارس المحلية وجامعة فيكتوريا في ويلينغتون إغلاق أبوابها. تذكير بالعناوين مرة أخرى. حاكم إقليم القاشبركة يعقد اجتماعات لمناقشة التجهيزات لموسم الصيف المقبل. الاحتفال بيوم العمال العالمي في شمال البحر الأحمر. تنظيم مهرجان ثقافي في مدارس مديرية حد ضيح. مظاهرات داعمة للمجلس العسكري بعد المحاولة الانقلابية الأخيرة في بوركينا فاسو. مقتل نائب كيني بالرصاص في العاصمة نيروبي. رئيس كوريا الجنوبية المؤقت يعلن استقالته. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.